كان عندك كام سنة؟ كان عندك كام سنة لما عرفت إن السجاير والشيشة هم سبب تطور وتقدم عجلة الصناعة والاقتصاد العالمي، وإن مستحيل أي دولة صناعية تمنعهم منع تام مهما حصل؟ أنا خالد سعيد، محامي ومفكر مصري، وهقول لك 10 فوائد وأسباب مؤكدة لا تقبل الجدال هثبت لك فيهم إن التدخين هو السبب إن الصناعة والتجارة تشتغل وتتطور. أنا اللي جبت التايهة. معلش يعني يا اخوانا، اصل انا بقى جايب التايهه. الفيديو ده علم نفس اقتصادي ومش رأي شخصي ليا على الإطلاق، والنظرية دي اسمها Economic Paradox of Smoking. واحد، التدخين بيخلق الاحتياج اليومي وبيحفز القوى العاملة إنها تشتغل وتوافق على المرتبات الضعيفة. فأنت كمدخن تقدر تقعد في بيتك كافي خيرك شرك، تنام على سريرك ببلاش وتصحى من النوم تقعد مع أهلك وقت ما الأكل يتحط وترجع تنام تاني. لكن يستحيل تقدر تطلب من أبوك سيجارة أو تقول له عاوز مصروف تشرب بيه معسل. فالنتيجة إنك بتنزل تشتغل إما في محلات تجارية أو مصانع أو حتى مزارع أو تربية مواشي. التدخين سبب في تطور العمران والصناعات البنائية بما فيها الحديد والصلب والطوب والأخشاب. ما تستغربش، أنت متربي وابن ناس وبتخاف تولع سيجاره قدام ابوك او امك او اخوك الكبير، وده بيولد عندك نوع من الرغبه في الاستقلاليه وبناء منزل مستقل علشان تشرب سيجارتك وكوبايه شايك في ايدك في روقان وامان. بالتبعيه نتيجه للسبب اللي فات، التدخين هو اهم اسباب التزاوج والتكاثر في المجتمعات الشرقيه، وده لانك مش هتحب تقعد لوحدك وهتكون محتاج ونس يخدمك ويساعدك في الطبخ وشغل البيت، فهتتجوز. قررت تتجوز؟ نوصل للسبب رقم 4، التدخين سبب تطور الصناعات الكهربائيه وتجهيزات المنازل والاثاث والديكور. اصل الزوجه مش هتيجي تعيش معاك في كوخ، ومش هشرح كتير في البند ده. 5، الجواز بيتبني عليه انجاب، والانجاب بيتبني عليه تطوير صناعات الكوزماتكس اللي هي المستلزمات الطبيه. ولما يكبروا هندخل على بند التعليم وتطوير قطاع التعليم والملابس. ولو جالك طول بال ووصلت للمرحله دي من الفيديو، اهرب وانفد بطولك واطفي سجارتك، لاننا وصلنا للسبب السادس. التدخين بيطور تجاره الطعام والبقاله ومصانع المعسل والسجاير اللي في دورها بتشغل فلاحين مزارع التبغ والاسمده، ومصانع الورق اللي بيتلف فيها السيجاره، ومصانع الفلاتر ومندوبين المبيعات وسواقين النقل ومحلات الجمله والتجزئه. السيجاره بتجيب رجلك لحد محلات البقاله وبتجبرك تاخد في ايدك جبنه وبيض وشاي للمدام وانت مروح. اما بقى لو لسه ما طفتش سيجارتك وكوبايه شايك لسه في ايدك، تعالى اقول لك ان جمله التدخين يدمر الصحه ويسبب الوفاه مش جمله تزعلك خالص، لا دي هتعرفك السبب رقم 7. التدخين اساس عمل وتطور القطاع الطبي والصناعات الدوائيه، وده لان الامراض اللي بتسببها سيجاره واحده كفيله ان هي تشغل عيادات البطنه والاورام والصدر والاطفال والخصوبه والمخ والاعصاب والاسنان، والباقي انت عارفه. وبالتبعيه التمريض والصيدليات وتطوير العلوم الطبيه وتشخيص امراض التدخين ومصانع الدواء، وكفايه عليك كده. 8، التدخين سبب من اهم اسباب تطور صناعه العطور والمنظفات والعنايه الشخصيه ومعجون السنان. 9، السبب الوحيد المصرح به اعلاميا وهو الضرائب والرسوم المفروضه على قطاع التدخين، وهي اللي بتصرف على قطاعات وميزانيات وزاره الصحه وتطوير الطرق والتعليم والبحث العلمي. 10، وللاسف سبب صادم، التدخين بيتسبب في وفاه مبكره لكبار السن واصحاب الامراض المزمنه والمبكره وامراض الشيخوخه، وده بيوفر على الدول صرف المعاشات والتامينات وتكاليف علاج لا تحتملها ميزانيات الحكومات. نقد النظريه دي بقى بيتمثل في ان الوفاه المبكره بتضيع على البشريه سنين من العمل والابتكار، وهي مثال كلاسيكي على تحليل التكلفه والعائد واللي بيتجاهل القيم الانسانيه والاجتماعيه، بالاضافه الى ان التكاليف الفوريه لعلاج السرطان بيفوق الميزانيات اللي هتوفرها الدول لو حافظت على صحه مواطنيها، لان العقل السليم في الجسم السليم. وعلشان خاطري ما تكونش اداه مستغله، وارمي سجارتك وخليها بدايه جديده ما تحسسكش انك عبد. وفي النهايه لو سالتني التدخين مفيد اقتصاديا وصناعيا ولا لا، قلت له صح بس حاجه. والاهم من ده كله فتوى الازهر الشريف وغالبيه علماء المسلمين ان التدخين حرام شرعا.